طبعا في بادئ الأمر كان هناك بعض الخروقات من الأهالي كونها منطقة ريفية، والأهالي غير متعودين على التزام بيوتهم. أيضا كون المنطقة هي منطقة زراعية ومنطقة تربية ماشية، فكنا نلاقي صعوبة في إقناع المواطنين بأن يلتزموا في بيوتهم تجنبا لخطر أي إصابة في هذه المرحلة السابقة. فكان لابد لنا من إجراءات توعوية ضمن الكومينات بخطورة تأكيد على خطورة جائحة كورونا، وأيضا بإجراءات السلامة العامة كالتباعد الاجتماعي، كعدم المصافحة العامة، كاستخدام الكمامات أثناء العطاس. طبعا نحن نعيش في المرحلة الثالثة من مراحل تمديد حظر التجوال. هذه المرحلة تم تمديدها حتى 1/5 بناء على تعليمات وقرارات خلية الأزمة المشكلة. طبعا مع السماح ببعض الأمور التي تتطلبها المصلحة العامة، ولا سيما أننا مقبلين على موسم زراعي، ومقبلين أيضا على البدء بشهر رمضان المبارك. طبعا كان لابد لنا أيضا في هذه المرحلة من توعية الشعب بأن المصلحة العامة، كون وزارة الصحة السورية أعلنت عن عدة إصابات جديدة بهذا المرض، هذا يدل على أننا لم نتجاوز مرحلة الخطر. طبعا كان هناك تعميم صادر من الإدارة الذاتية بخصوص مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة، والتي فقدت قوت يومها بسبب حظر التجوال. كان لابد الأخذ بعين الاعتبار للضرورات. نحن الآن الدفعة الثانية من المعينات من السلال الغذائية يتم توزيعها على الأهالي المتضررين